السلام عليكم يا شباب الكوميونتي. هنبدأ نتكلم مع بعض عن ازاي نعمل كريدنشال مع الاوبن اي اي. تمام، هندخل الاول على اوبن اي اي، هنكتب اوبن اي بي اي، هيطلع لك الويب سايت، هتبدأ تعمل ان انت ساين اب. طبعا نبدأ من الاول، نعمل هنا اوبن اي اي اوبن اي بي اي. تمام، تخش هنا اي بي اي، هتخش تعمل لوجن او ساين اب على حسب انت عامل ولا لا. تمام، طيب هو هيجيبنا على الصفحه دي. اوكي، ابص عشان نكون صراحة مع بعض، الاي بي اي في المعظم لازم تكون حاطط كريدت، لازم تحط $5 $10 ايا كان المبلغ البسيط اللي هتحطه عشان تبدا تعمل تيست او تعمل شغلك عليه. فهو معظمه هتبقى بتدفع فلوس يعني. تمام، هنيجي هنا على البرايسنج، هنا بيعرفك البرايسنج بتاع المودلز. تمام، نخش على الاكونت بتاعنا، نيجي عند ايه الاي بي اي كي، تبدا تعمل كرييت وتكتب اسم وتختار بروجكت وتعمل كرييت سيكريت كي. خلاص الموضوع انتهى. تمام، يبقى انت كده عملت كرييت اي بي اي كي. تمام، طيب تخش على البيلنج، هنا هتبدا تحط رصيد معنى صح. تمام، وهنا بيبدا يعرفك طبعا الميثود، وهنا الفواتير بتاعتك، وهنا كريدت ايجنت اليوزج بتاعتك، وهنا البرفورمانس والتوتال. طيب نخش هنا على الليميتس بتاعك. كل دي بيانات وحاجات انت لازم تخش تستكشفها وتشوف المودلز واسعارها. وهنا طبعا بيجيب لك الاستخدام بتاعك. تمام، طيب احنا في النهايه بنيجي عند الاي بي اي كي، ناخد الكي بتاعنا كرييت، نحط الاسم، ناخد الاي اي كي ونحطه على الاي اي ايجنت عندنا، نحط هنا اوبن، هناخد اوبن اي اي كرييت. طبعا انا عامل كريدنشال، هتعمل كرييت كريدنشال، هتاخد الاي بي اي كي. تمام، وهتاخد ايه الاورجنايزيشن اي دي. تعال نعمل من الاول تاني، ناخد هنا، يطلع من ده خش كرييت من البداية، نكتب أي حاجة 201 ماشي، ونعمل select project، نختار أي project، هنعمل create key، خدت copy بالظبط، أروح هناك على init أبدأ أعمل paste. خلاص، طيب محتاجين إيه الأورجنايزيشن أي دي، نجيبها منين؟ ندخل هنا ونيجي على general، هيجيب لك الأورجنايزيشن أي دي، هتاخده من هنا copy وهتروح على هنا save. كده تمام، انت ربطت الاوبن اي عندك وعملت له الكريدنشال بتاعه. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي تعمل كريدنشال لتليجرام. تمام، السلام عليكم.